لا شو اقتلها؟ شو نحن حرب يعني؟ بذبحها بذبحها فورا قتل، يعني ما فيها غير الحل هذا. دغري على القبر انا وهو. إذا كان عندك بنت وعرفت إنها غلطت مع شاب، شو بتعمل؟ يعني بنبهها وبصلحها وهيك بوجهها يعني لحتى ما تغلط ثاني مرة غلطة. يعني ما بتقتلها؟ لا شو اقتلها؟ شو نحن حرب يعني؟ ما بدي حرب الشغلة. والله على حسب ما يتحمل يعني الواحد. يعني شو بدي اقول لك، يعني هذا عرض يعني، والانسان يعني بده يتصرف تصرف خاطئ. تصرف شو عمو؟ خاطئ يعني ما لح يهون عليه. وهذا الشاب بده يحاول انه هذا الشاب يا بيتجوزها يا بده يصير شغله غير. يعني بيهون عليك فيها تقتلها ما مثلا؟ بيهون عليه، ما عم لك ما بيهون علي، انا بدي احاول يعني. اما اذا الشاب هرب او مات بدي اتصرف معها تصرف ثاني، مثل؟ يعني بتخلص منها، لانه هي خانة الامانه. عرفت علي شلون؟ لانه هذا عرض. لا جنسية هذا ما بيصير، مجتمعنا عيب هذا التصرف. يعني بدي احاول انه الاقي حل الموضوع، يعني انه بالعنف ما بيمشي الحال، بس بدي الاقي حل هذا الموضوع، بنلاقي له حلول. غير هيك ما، اما عنف لا للعنف، يعني ما في انسان وما بيغلط. إذا عندك بنت صبية وغلطت مع شاب، شو بتعملي؟ بذبحها. أنت بتذبحيها؟ مو بذبحها، يعني انه ما بيهون عليها الشغلات هاي، يعني اذا عندها مشاكل او هذا. وأبوها؟ وابوها لكان طبعا واحد بيقبل على بنته يعني انه يصير معها شيء هذا وتسكت، يعني ما بصير شيء. ما بساوي شيء، اكيد بدي استوعبها اول شيء يعني ونحل الموضوع. يعني ابدا اذا كان الشاب منيح فبنحل الموضوع وبمشي الحال، مو منيح فخلص يعني ما بنحسن نساوي اكثر من هيك. وإذا أبوها عرف بالقصة شو ممكن يعمل؟ هلا اكيد الاب حيعصب اول شيء، اكيد حيزعل، اكيد حيخانق، بس كمان هلا صار الوضع في برجع الدور للاهل، برجع للام، برجع في تهدايه وضع، في تهدايه مثلا بيهدي. بس اما انه والله دغري شوشر وشوشره ونفضح حالنا ونفضح مدري شو، لا هاي مو ظابطه ابدا. بذبحها بذبحها لكن أبوها شو بيعمل؟ بذبحها. أنت ما بتسامحيها؟ ما بسامحها، لا ما بسامحها، لا انا ولا ابوها. إذا أنت بعلاقة مع شاب وغلطتي، شو بتتوقعي أهلك يعملوا؟ دغري على الذبح انا وياه اول شغله. دغري على القبر انا وهو. لهالدرجة يعني؟ كثير. متأكدة إنه أهلك هيك بيعملوا؟ ايه متاكده، وبكل ساعه كمان بحكيها. إذا كان عندك أخت وعرفت إنها غلطت مع شاب، شو بتعمل؟ بعلمها، بوجهها شو سبب المشكلة، شو السبب اللي وصلها لهون، وبفهم منها، وعلى أساس هي شو حكت بتعامل معها. ما بتقتلها؟ أكيد لا، القتل ما بيودي يعني ما بيحل مشكلة، بيزيد المشكلة. وخصوصا نحن بعصر بفترة كلياتنا عنا وضع نفسي، بدنا نراعي الوضع النفسي، خصوصا إذا الواحد بيعرف الشخص اللي معه. أول شيء بدي أعرف الأسلوب تبعه، شو عاملة، شو مسواي، بجيب الشاب نتفاهم الطرفين، بعدين على حكم هذا نحن بنعرف شو الطلب أو بنعرف شو بدي أتصرف معه. مو فورا بدي أروح مع أضرب أو أضرب الشاب أو أضرب البنت، بدي أعرف شو في بين الطرفين بعدين. يعني بتحلها سلمية؟ حلها سلمية، بس إذا هو غلطان مثلا معه يصير تصرفي مع الشاب، إذا هي اللي غلطانة معه يصير تصرفي معه. فورا قتل، يعني ما فيها غير الحل هذا. طب بس عم تقولها هيك بدم بارد وعم تضحك. لأنه العلاقة محرمة، ما بيصير يا زواج أو ما في علاقة محرمة، كل شيء اختلاط حرام بين الشاب والبنت.